وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب مذكرات حرب أكتوبر للفريق سعد الدين الشاذلي نقرأ لكم الفصل الأول: المشاريع الاستراتيجية. لم نكف عن التفكير في الهجوم على العدو الذي يحتل أراضينا حتى في أحلك ساعات الهزيمة في يونيو 1967. لقد كان الموضوع ينحصر فقط في متى يتم مثل هذا الهجوم، وربط هذا التوقيت بإمكانيات القوات المسلحة لتنفيذه. وفي خريف 1968 بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة تستطلع إمكان القيام بمثل هذا الهجوم على شكل مشاريع استراتيجية تنفذ بمعدل مرة واحدة في العام. وقد كان الهدف من هذه المشاريع هو تدريب القيادة العامة للقوات المسلحة، بما في ذلك قيادات القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي، وكذلك قيادات الجيوش المدنية وبعض القيادات الأخرى، على دور كل منهما في الخطة الهجومية. لقد اشتركت أنا شخصيا في 3 من هذه المشاريع قبل أن أعين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. لقد اشتركت في مشاريع عامي 1968 و 1969 بصفتي قائدا للقوات الخاصة، قوة المظلات وقوة الصاعقة. واشتركت في المرة الثالثة عام 1970 عندما كنت قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية. وقد جرت العادة على أن يكون وزير الحربية هو المدير لهذه المشاريع، وأن يدعى رئيس الجمهورية لحضور جزء منها لكي يستمع إلى التقارير والمناقشات التي تدور خلالها. وقد استمرت هذه المشاريع خلال عامي 71 و 72. أما المشروع الذي كان مقررا عقده عام 73 فلم يكن إلا خطة حرب أكتوبر الحقيقية التي قمنا بتنفيذها في 6 أكتوبر 1973. وحيث أن إسرائيل كانت تتفوق علينا تفوقا ساحقا في كل شيء خلال عام 1968 والأعوام التالية، فقد كان مديرو هذه المشاريع الاستراتيجية يفترضون امتلاكنا لقوات مصرية ليست موجودة واقعيا، وذلك حتى يكون من الممكن تنفيذ مشروع الهجوم بأسلوب لا يتعارض مع العلم العسكري. وبمعنى آخر، فإن المديرين كانوا يضعون الخطة الهجومية على أساس ما يجب أن يكون لدينا إذا أردنا القيام بعملية هجوم ناجحة. ولا يمكن أن نعتبر هذا خطأ كبيرا، حيث أن مثل هذه الخطط وإن كانت غير واقعية فإنها تظهر بوضوح حجم القوات المسلحة التي يجب توافرها لكي يمكن تنفيذ خطط هجومية ناجحة. وفي خلال السنوات 69 وما بعدها أخذت قواتنا المصرية تزداد قوة، وأخذت خططنا في تلك المشاريع الاستراتيجية تبدو أقل طموحا نتيجة ربط الأهداف بالإمكانيات الواقعية. وبعد ذلك أخذت الثغرة بين إمكانياتنا الهجومية وخططنا الهجومية في المشاريع الاستراتيجية تضيق شيئا فشيئا، حتى تم إغلاقها تماما في أكتوبر في 73. وهكذا أصبحت خطتنا الهجومية عام 73 مطابقة للإمكانيات الفعلية لقواتنا المسلحة. الفصل الثاني: إمكانياتنا الهجومية. عندما عينت رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في 16 من مايو عام 71 لم تكن هنالك خطة هجومية، وإنما كانت لدينا خطة دفاعية تسمى الخطة 200. وكانت هنالك أيضا خطة تعرضية أخرى تشمل القيام ببعض الغارات بالقوات على مواقع العدو في سيناء، ولكنها لم تكن في المستوى الذي يسمح لنا بأن نطلق عليها خطة هجومية، وكانت تسمى جرانيت. بدأت عملي بدراسة إمكانات القوات المسلحة الفعلية ومقارنتها بالمعلومات المتيسرة عن العدو بهدف الوصول إلى خطة هجومية تتماشى مع إمكانياتنا الفعلية. وقد أوصلتني تلك الدراسة إلى النقاط الرئيسية التالية: 1. إن قواتنا الجوية ضعيفة جدا إذا ما قورنت بقوة العدو الجوية. إنها لا تستطيع أن تقدم أي غطاء جوي لقواتنا البرية إذا ما قامت هذه القوات بالهجوم عبر أراضي سيناء المكشوفة، كما أنها لا تستطيع أن توجه ضربة جوية مركزة ذات تأثير على الأهداف المهمة في عمق العدو. 2. أن لدينا دفاعا جويا لا بأس به يعتمد أساسا على الصواريخ المضادة للطيارات سام، ولكن للأسف الشديد هذه الصواريخ دفاعية وليست هجومية. إنها جزء من خطة الدفاع الجوية عن الجمهورية، وهي لذلك ذات حجم كبير ووزن ثقيل وتفتقر إلى حرية الحركة. لم يكن لدينا في هذا الوقت الصاروخ سام 6 الخفيف الحركة والذي يستطيع أن يتحرك ضمن تشكيلات القوات المهاجمة،
وبالتالي فإنها لا تستطيع أيضا أن تقدم غطاء جويا لأي قوات برية متقدمة عبر سيناء، لأنها سلاح مناسب في الدفاع، حيث يمكن أن توفر لها الوقاية بوضعها في ملاجئ خرسانية يتم إنشاؤها خلال بضعة شهور. أما إذا خرجت من هذه الملاجئ لترافق القوات البرية المهاجمة، فإنها تصبح فريسة سهلة لقوات العدو الجوية وقوات مدفعيته. 3. كانت قواتنا البرية تتعادل تقريبا مع قوات العدو. لقد كان لدينا بعض التفوق في المدفعية في ذلك الوقت، ولكن العدو كان يختبئ وراء خط بارليف المنيع، والذي كانت مواقعه قادرة على أن تتحمل قذائف مدفعيتنا الثقيلة دون أن تتأثر بهذا القصف. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت قناة السويس بما أضفاه العدو إليها من موانع صناعية كثيرة تقف سدا منيعا آخر بين قوتنا وقوات العدو. 4. أما قواتنا البحرية فقد كانت من الممكن أن نعتبرها أقوى من بحرية إسرائيل، ولكن ضعف قوتنا الجوية قلب الموازين وأحال تفوقنا البحري إلى عجز وعدم قدرة على التحرك بحرا. لقد كان في استطاعة العدو أن يتجول في خليج السويس ببعض الزوارق الصغيرة، وهي لا تحمل سوى بعض الرشاشات، دون أن يكون في استطاعتنا أن نتحدى تلك القوارب الصغيرة بقطع بحرية هي أكثر قوة وأفضل تسليحا. لقد كانت تلك القطع البحرية المعادية تعتمد على قوة الطيران الإسرائيلي الذي يستطيع أن يغرق أي قطعة بحرية مصرية تتعرض لها، ولم يقتصر تحدي العدو لبحريتنا على تقييد حركتها في أعالي البحار، بل إنه استفاد من ضعف دفاعنا الجوي في منطقة البحر الأحمر، فكان يقوم بتوجيه عدة ضربات برية ضد قطاعنا البحرية، ونجح في عدد من الحالات في إغراق بعض قطاعنا البحرية وهي راسية في الميناء. ولم يكن بإمكاننا أن نحقق دفاعا جويا مؤثرا بواسطة الصواريخ عن جميع أهدافنا داخل الجمهورية، ولذلك فقد كانت هنالك أسباقيات تنظم توزيع هذا الدفاع، وكانت جبهة قناة السويس والعمق يستحوذان على إمكاناتنا كلها، تاركين منطقة البحر الأحمر شبه عارية من وسائل الدفاع الجوي، اللهم إلا بعض المدافع التقليدية المضادة للطائرات، والتي لا تشكل أي تهديد خطير للطائرات النفاثة الحديثة والمجهزة بصواريخ جو أرض ذات مدى طويل يجعلها قادرة على أن تصيب أهدافها دون أن تدخل في مدى مدافعنا المضادة للطيارات. وفي هذه الظروف استطاع العدو أن يحصل على السيطرة البحرية في خليج السويس والجزء الشمالي من البحر الأحمر بواسطة قوته الجوية، وذلك على الرغم من تفوقنا العددي والنوعي في القطع البحرية على إسرائيل. ونتيجة لهذه الدراسة فقد ظهر لي أنه ليس من الممكن القيام بهجوم واسع النطاق يهدف إلى تدمير قوات العدو وإرغامه على الانسحاب من سيناء وقطاع غزة، وإن إمكاناتنا الفعلية قد تمكننا إذا أحسننا تجهيزها وتنظيمها من أن نقوم بعملية هجومية محددة تهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، ثم التحول بعد ذلك للدفاع. وبعد إتمام هذه المرحلة يمكننا التحضير للمرحلة التالية التي تهدف إلى احتلال المضائق، حيث أن المرحلة الثانية سوف تحتاج إلى أنواع أخرى من السلاح وإلى أسلوب آخر في تدريب قواتنا. وقد كانت فكرتي في القيام بهذا الهجوم المحدود متأثرة بالعوامل الرئيسية التالية. 1. كان العامل الأول هو ضعف قواتنا الجوية. كما سبق أن قلت، لقد كنت حريصا ألا نزج بقواتنا الجوية في معارك جوية غير متكافئة مع العدو. لقد دمرت قواتنا الجوية مرتين على الأرض. كانت المرة الأولى إبان العدو الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام 56، وكانت المرة الثانية إبان الهجوم الإسرائيلي المفاجئ عام 67. وفي خلال السنوات الأربع الماضية قمنا ببناء ملاجئ خرسانية لطائراتنا، كما أقمنا شبكة دفاع الجوي بالصواريخ حول قواعدنا الجوية، وبذلك أصبحت لدينا بعض الضمانات ضد تدمير قواتنا الجوية بضربات جوية مفاجئة كما تم في الحالتين السابقتين. ولكن بمجرد أن يقلع الطيار بطائرته في الجو فإنه سوف يعتمد اعتمادا كليا على مهارته وعلى كفاءة طائرته عند اشتباكه مع الطائرة المعادية. ومن خلال الاشتباكات المتعددة التي تتم بين طائرتنا وطائرات العدو بعد 67 ظهر تفوق الطيران الإسرائيلي في هذه الاشتباكات بشكل واضح وحاسم. وقد دار كثير من الجدل والمناقشات حول هذا الموضوع، هل هو نقص في تدريب طيارين ومهاراتهم، أم هو عدم كفاءة طائرة الميغ 21 بالمقارنة مع طائرات العدو؟ كان طيارونا يلقون بأسباب فشلهم في هذه الاشتباكات على الطائرة، في حين كان الخبراء السوفييت يلقون باللوم على الطيارين المصريين. وفي اعتقادي أن فشلنا في هذه الاشتباكات كان يعود إلى كل من الطيار والطائرة.
وكذلك إلى الظروف التي كان العدو يفرضها علينا في هذه الاشتباكات. فعندما كان العدو يخطط لمثل هذه الاشتباكات فإنه كان ينتقي لها أفضل طياريه ويرسم لها خطة محكمة، يبدأها عادة بأن يخترق أجواءنا في الوقت والمكان والاتجاه الذي انتخبه ضمن خطته. وعندما نقوم نحن باعتراض تلك الطائرات المعادية فإننا نعترضها بواسطة من يتصادف قيامه بخدمة العمليات في أعلى درجات الاستعداد، وقد يكون من بينهم بعض الطيارين حديثي الخبرة، ولا يمكن مقارنتهم بأي حال من الأحوال بالنخبة المختارة من الطيارين التي دفع بها العدو للتحرش بهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن الطيارين ينطلقون بطائراتهم الاعتراضية إلى الجو دون أي خطط مرسومة، معتمدين على ما سوف يحصلون عليه من معلومات من الموجهين الأرضيين، وحيث أن الموجهين الأرضيين هم الآخرون يقومون بدور خدمة عادي، فقد يكون منهم الموجه الجيد أو الموجه دون المستوى المطلوب. ونتيجة لذلك كله فإن العدو يقابلنا بأفضل طياريه وبخطط مرسومة، بينما نقابله نحن بما هو متيسر لدينا في الخدمة من طيارين وموجهين دون أي خطة. ولذلك فقد كانت النتيجة دائما في مصلحة العدو. في كثير من الحالات أفاد طيارون بأنهم أسقطوا بعض طائرات العدو، ولكن لم يقم دليل قوي على ذلك. في معظم الحالات لم يكن طيارون تنقصهم الشجاعة، ولكن كانت تنقصهم الخبرة والتجربة. لقد كانت الغالبية العظمى منهم تقل ساعات طيرانهم عن 1000 ساعة طيران، في حين كان متوسط ساعات طيران الطيارين الإسرائيليين يزيد عن 2000 ساعة. لقد كانت القوات الجوية الإسرائيلية تسبق القوات الجوية المصرية ب10 سنوات على الأقل. وإذا أضفنا إلى ذلك كله أن طائراتنا كانت أقل كفاءة من طائرات العدو، ولا سيما من حيث المدى وقوة التسليح والتجهيز بالأسلحة الإلكترونية، وجدنا أن طيارين كانوا يقاتلون عدوهم في ظروف غير متكافئة. ومن هنا بدأ يتولد عندي أسلوب جديد في استخدام قواتنا الجوية يعتمد على مبدأين. المبدأ الأول هو تحاشي المجابهة مع العدو في الوقت والمكان اللذين يختارهما هو، والمبدأ الثاني هو أن نستخدم قواتنا الجوية عندما تشتعل الحرب بتوجيه ضربات مفاجئة في الأوقات والأماكن التي نستبعد فيها أي تدخل من جانب قوات العدو الجوية. وبمعنى آخر فقد كنت أهدف إلى أن أجعل القوات البرية والأهداف الأرضية الإسرائيلية تتأثر نفسيا بهجمات قواتنا الجوية، وفي الوقت نفسه نحاول أن نتجنب أي معارك جوية. لقد كنت مقتنعا بأنه ما لم نستخدم قواتنا الجوية بحرص وذكاء فمن الممكن أن نخسر قواتنا الجوية للمرة الثالثة، مع فرق بسيط، هو أننا هذه المرة نخسرها وهي في الجو بدلا من خسارتها وهي على الأرض كما تم في المرتين السابقتين. 2. كان العامل الثاني هو قدرات صواريخنا المضادة للطائرات سام ومداها في المعركة الهجومية. لقد أثبتت صواريخنا كفاءتها خلال حرب الاستنزاف ما بين 68 و70، وكذلك خلال الاشتباكات والتحرشات مع طيران العدو بعد وقف إطلاق النار في 7 من أغسطس عام 70 وحتى قيام حرب أكتوبر 73. إن إسرائيل لم تحترم قط وقف إطلاق النار، واستمر طيرانها يقوم باختراق مجالنا الجوي كلما سنحت له الفرصة بذلك، ولكننا لاحظنا بكل فخر أنه كان دائما يحاول أن يتفادى اختراق المناطق التي يعلم أنها تحت مظلة من صواريخ سام. وقد كان ذلك في حد ذاته شهادة رسمية من العدو تنطق باحترامه وخشيته من صواريخنا. لقد كان أحد دروس حرب الاستنزاف هو أن القوات الجوية المعادية تكون ذات تأثير ضئيل ضد القوات المخندقة، وذات تأثير كبير ضد القوات الأرضية إذا ما هجمت في العراء وهي خارج مدى مظلة دفاعنا الجوي بالصواريخ سام. ومن هنا كان علينا أن نقيد حركتنا شرق القناة في أي عملية هجومية، وإن نربط هذه الحركة بقدرة دفاعنا الجوية على مدى الوقاية التي يستطيع أن يحققها لقواتنا البرية. وقد كانت إمكانياتنا في الدفاع الجوي بعد القيام ببعض الإجراءات الخاصة قادرة على تحقيق دفاع جوي مؤثر شرق القناة بمسافة تتراوح ما بين 10 و12 كيلومتر، وأن أي هجوم بري يتجاوز هذه المسافة قد يقود إلى عواقب وخيمة. 3. لقد كان العامل الثالث هو الرغبة في أن نرغم إسرائيل على قتالنا تحت ظروف ليست مواتية لها. إن إسرائيل ذات 3 ملايين نسمة تعبئ وقت الحرب حوالي 20% من قواتها البشرية للانضمام إلى القوات المسلحة وقت الدفاع الإقليمي، وهي نسبة عالية جدا لم تستطيع أي دولة في العالم أن تصل إليها.
وإسرائيل نفسها لا تستطيع أن تتحمل مثل هذه التعبئة لمدة طويلة، لأنها ترهق اقتصادها القومي وتصيب خدماتها وجميع نشاطاتها الأخرى بالشلل الكامل. ونتيجة لهذا الموقف فإن لإسرائيل مقتلين: المقتل الأول هو الخسائر في الأفراد، والمقتل الثاني إن إسرائيل لا تهتم كثيرا، إذ هي خسرت الكثير من الأسلحة المتطورة من دبابات وطائرات، ولكنها تصاب بالهلع إذا خسرت بعض مئات من الأفراد. إن لديها رصيدا هائلا من المعدات، وهنالك من يقوم نيابة عنها بدفع فواتير ثمن السلاح. أما خسائر الأفراد فإن رصيد الشعب اليهودي من البشر رصيد محدود، ومن الصعب تعويض هذه الخسائر. كذلك فإن إطالة الحرب هي السم الذي يضعف مقاومة إسرائيل يوما بعد يوم. إن الجند الإسرائيلي الذي يستدعى في التعبئة هو نفسه العامل والمهندس في المصنع، وهو نفسه الأستاذ والطالب في الجامعة، وهو نفسه الذي يقوم بجميع النشاطات الأخرى في الدولة. فكيف يمكن لهذه الدولة أن تعيش لو امتدت الحرب 6 أشهر فقط؟ وما بالك بأكثر من هذا؟ لقد كانت إسرائيل في جميع حروبها السابقة تفضل أسلوب الحرب الخاطفة، لذلك فقد كان من صالحنا أن نفرض عليها حربا بأسلوب ليس في صالحها. فلو أننا توقفنا شرق القناة بمسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتر، فإننا سنخلق لها موقفا صعبا. فإذا هي قامت بالهجوم على مواقعنا شرق القناة، فستكون لدينا الفرصة لأن نحدث في قواتها المهاجمة خسائرا كبيرة، سواء في القوات الأرضية أم القوات الجوية التي تساندها، نظرا لوجود تلك المنطقة تحت مظلة دفاعنا الجوي. وإذا هي عزفت عن الهجوم، فسوف تضطر إلى الاستمرار في تعبئة قواتها المسلحة، وبذلك تستنزف قوتها الاقتصادية. 4. أما العامل الرابع الذي أثر على تفكيري، فقد كان تعلم الحرب بوساطة الحرب، أو بمعنى آخر تدريب الضباط والجنود على الحرب الكبيرة التي سوف تتم في مراحل قادمة، عن طريق الزج بهم في حرب محدودة يستطيعون فيها أن يكتشفوا ذواتهم وأن يكتسبوا خبراتهم بأنفسهم. لقد تعلمت من خدمتي في القوات المسلحة واشتراكي في 5 حروب سابقة أن ميدان المعركة هو أنسب الأماكن لتدريب الرجال على فنون الحرب. إننا مهما حاولنا خلال التدريب أن نخلق المناخ الذي يتشابه مع مناخ الحرب، فإننا لن نستطيع أن نخلق الأثر النفساني الذي تولده الحرب في الجنود. وهذا الأثر الذي هو خليط من الخوف والشجاعة، خليط من الكبرياء وحب البقاء. هذه الآثار النفسية على المقاتل لا يمكن أن تكتشف إلا عن طريق الحرب الحقيقية. لقد كنت أتوقع أن يلعب نجاحنا في هذه الحرب المحدودة دورا مهما في رفع معنويات قواتنا المسلحة، بعد أن تكبدت 3 هزائم أمام إسرائيل خلال 25 سنة الماضية. لهذا كنت أرى أن الحرب القادمة يجب أن تكون مخاطرة محسوبة، ويجب أن تكون بأي حال من الأحوال نوعا من أنواع المقامرة. هوامش الفصل الثاني. ذكر إلعازر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 73 أنه أثناء مناقشة احتمال قيام المصريين بالهجوم عبر القناة، علق ديان ساخرا: لكي تستطيع مصر عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف، فإنه يلزم تدعيمها بسلاحي المهندسين الروسي والأمريكي معا. وكان الجنرال بارليف يؤيد ديان في هذا القول. إن هذه الشهادة من قادة العدو هي شهادة نعتز بها، لأنها تظهر عظمة التخطيط وروعة الأداء اللذين تم بهما إنجاز هذا العبور العظيم. الفصل الثالث. تطور الخطة الهجومية. قبل مرور 2 شهرين على تعيين رئيسا للأركان العامة، كنت قد أصبحت مقتنعا بأن معركتنا القادمة يجب أن تكون محدودة، ويجب أن يكون هدفها هو عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلاله، ثم اتخاذ أوضاع دفاعية بمسافة تتراوح ما بين 10 و12 كيلومتر شرق القناة، وأن نبقى في هذه الأوضاع الجديدة إلى أن يتم تجهيز القوات وتدريبها للقيام بالمرحلة التالية من تحرير الأرض. وعندما عرضت هذه الأفكار على الفريق أول محمد أحمد صادق بصفته وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة، عارض هذه الفكرة بشدة، وقال إنها لا تحقق أي هدف سياسي أو عسكري، فهي من الناحية السياسية لن تحقق شيئا، وسوف يبقى ما يزيد عن 60,000 كيلومتر مربع من سيناء، بالإضافة إلى قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي. ومن الناحية العسكرية سوف تخلق لنا موقفا صعبا، فبدلا من خطنا الدفاعي الحالي الذي يستند إلى مانع مائي جيد، فإن خطنا الدفاعي الجديد سوف يكون في العراء وأجنابه معرضة للتطويق، وبالإضافة إلى ذلك فسوف تكون خطوط مواصلاتنا عبر كبار القناة تحت رحمة العدو.
لقد كانت فكرته في العملية الهجومية هي أن نقوم بتدمير جميع قوات العدو في سيناء، والتقدم السريع لتحريرها هي وقطاع غزة في عملية واحدة ومستمرة. قلت له: كم أود أن نقوم بتنفيذ ذلك، ولكن ليس لدينا الإمكانيات للقيام بذلك سواء في الوقت الحالي أم في المستقبل القريب. رد قائلا: لو أن السوفييت أعطونا الأسلحة التي نطلبها فإننا نستطيع أن نقوم بهجومنا هذا في خلال عام أو أقل. لم أوافقه على رأيه هذا، وأخبرته أننا قد نحتاج إلى عدة سنين لكي نحصل ونتدرب على الأسلحة اللازمة لمثل هذا الهجوم. وأعدت ذكر الأسباب التي تفرض علينا القيام بعملية هجومية محدودة. وبعد مناقشات مطولة وعبر جلسات وأيام متعددة وصلنا إلى حل وسط، وهو تجهيز خطتين: خطة تهدف إلى الاستيلاء على المضائق، وأخرى تهدف إلى الاستيلاء فقط على خط بريف. أطلقنا على الخطة الأولى اسم العملية 41، وقمنا بتحضيرها بالتعاون مع المستشارين السوفييت بهدف إطلاعهم على ما يجب أن يكون لدينا من سلاح وقوات لكي نصبح قادرين على تنفيذ هذه الخطة. أما الخطة الثانية فقد أطلقنا عليها الاسم الكودي المآذن العالية، وكنا نقوم بتحضيرها في سرية تامة، ولم يكن يعلم بها أحد من المستشارين السوفييت، كما أن عدد القادة المصريين الذين سمح لهم بالاشتراك في مناقشتها كان محدودا للغاية. ومن خلال يوليو وأغسطس 1971 كانت الخطتان قد تم استكمالهما. كانت الخطة 41 غير قابلة للتنفيذ إلا إذا توافرت أسلحة ووحدات افترضنا وجودها. أما خطة المآذن العالية فقد كانت أول خطة هجومية مصرية واقعية، وبناء على الخطة 41 قمنا بتحرير كشوفات بالأسلحة والعتاد المطلوب الحصول عليها من الاتحاد السوفيتي. وكالعادة دارت مناقشات مطولة بيننا وبين المستشارين الروس بخصوص هذه الكشوفات، فقد كان الروس يتهموننا دائما بالمغالاة في مطالبنا، بينما كان الجانب المصري يتهم الروس دائما بعدم الاستجابة إلى مطالبنا العادلة والضرورية. وفي أكتوبر 71 سافر الرئيس السادات والفريق أول صادق إلى موسكو، حيث تم الاتفاق على صفقة أسلحة كانت تعتبر أكبر صفقة أسلحة مع السوفييت حتى ذلك الوقت. ورغم ضخامة هذه الصفقة فإنها لم تغطي جميع الأسلحة اللازمة لتنفيذ الخطة 41. ورغم أن هذه الصفقة كانت تشمل 100 طائرة ميج 21 FM وفوج صواريخ كوادرات مضادة للطائرات خفيفة الحركة سام 6، فإن قدراتنا في الدفاع الجوي كانت حتى بعد التدعيم بهذه الأسلحة الجديدة لم تكن قادرة على حماية أي من قواتنا البرية في اتجاه المضائق طبقا لمتطلبات الخطة 41. كما أن الأسلحة والمعدات التي تقرر وصولها قبل نهاية عام 71 لم يكن في استطاعتنا أن نستوعبها قبل إبريل في 72 في أحسن الظروف. وعلى الرغم من هذه الحقائق فقد أخذ السادات يدق طبول الحرب بعد عودته من الاتحاد السوفيتي، ويصرح في كل مناسبة وأحيانا دون مناسبة بأن عام 71 هو عام الحسم، ولكي يقنع الجميع بجديته في ذلك أعلن نفسه قائدا عاما للقوات المسلحة اعتبارا من 31 من أكتوبر عام 71. وفي الوقت نفسه أخذت وسائل الإعلام المصرية التي تسيطر عليها الدولة تتحدث عن الحرب القادمة بحرية غريبة، كأنها نوع من حفلات المبارزة التي يعلن مسبقا عن ميعادها ومكان انعقادها. لقد كان موقفا غريبا وشاذا، مما اضطرني إلى أن أفاتح الفريق صادق في هذا الموضوع، حيث قلت له إن الرئيس يضعنا في موقف صعب. إذا كنا حقا سنخوض المعركة هذا العام فإن الرئيس يحرمنا من المفاجأة التي يمكن أن نحققها لو أنه ظل صامتا. وإن كنا لن نقوم بالمعركة هذا العام فإن بتصريحاته هذه يمكن أن يدفع إسرائيل إلى أن تقوم بضربة إجهاض ضد قواتنا، أو على أقل تقدير قد تأخذ هذه التصريحات ذريعة لطلب أسلحة جديدة من الولايات المتحدة. قال لي أنه يتفق معي في وجهة نظري هذه، وأنه ناقش هذا الموضوع مع الرئيس، وأنه يعتقد أن الرئيس يلعب لعبة سياسية. لم أقتنع بمثل هذه الخدعة السياسية، وعكفت على تدقيق وتجهيز خطة المآذن العالية حتى لا أجد نفسي مفاجئ بقرار سياسي بالهجوم دون فترة إنذار معقولة. وفي عام 72 أخذنا ندخل بعض التعديلات الطفيفة على كل من الخطة رقم 41 وخطة المآذن، وذلك بناء على التغيير المستمر في حجم قواتنا وحجم قوات العدو. ولكن جوهر كل خطة بقي كما هو عليه، ولكن تم تغيير اسم الخطة 41 لتكون إجرانيت 2. وبنهاية عام 1972 بقيت خطة المآذن العالية هي الخطة الوحيدة الممكنة، بينما كانت الخطة إجرانيت 2 هي خطة المستقبل التي يشترط لتنفيذها
حدوث تغييرات أساسية في إمكانيات قواتنا المسلحة. كان ما زال هنالك 3 نقط ضعف رئيسية تحد من قدراتنا على تنفيذ الخطة جرانيت 2، وكانت أولى هذه النقط فلم يكن لديها الإمكانيات التي تمكنها من تصوير وتفسير وتسليم الصور الجوية في وقت يسمح بالاستفادة من هذه المعلومات. كذلك لم تكن القوات الجوية بقادرة على توفير الدفاع الجوي للقوات البرية أثناء تحركها. وكانت نقطة الضعف الثانية هي عدم توافر كتائب صواريخ سام خفيفة الحركة بالقدر الذي يمكنها من أن تحل محل القوات الجوية في توفير الغطاء الجوي للقوات التي تتقدم شرقا. وكانت نقطة الضعف الثالثة هي عدم قدرة غالبية عرباتنا على السير عبر الأراضي، أي خارج الطرق الممهدة وعبر الأراضي الرملية. لقد تعلمنا من خبراتنا السابقة في الحرب أن العربات ذات العجلات التي لا تتمتع بقدرات مقبولة على السير في الرمال خارج الطرق تشكل عبئا ثقيلا على كاهل القوات المقاتلة. فعندما يقوم طيران العدو بتدمير بعض هذه العربات أثناء سيرها على الطرق المرصوفة، فإن هذه العربات تقوم بسد الطريق، مما يدفع العربات اللاحقة في محاولات لتفاديها إلى الخروج عن الطريق المرصوف فتغرز في الرمال، ويتكرر الأمر نفسه حتى يختنق الطريق تماما، مما يعادل حوالي 50 مترا من كل جانب بالعربات المعطلة أو المغروزة. عندما عين الفريق أحمد إسماعيل وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة خلفا للفريق صادق في نهاية شهر أكتوبر 72، عرضت عليه خططنا الهجومية لمناقشتها معه. لقد كنت أعلم مسبقا وجهة نظره عن الحرب من تقرير كان قد تقدم به بصفته مديرا للمخابرات العامة في النصف الأول من عام 1972. وفي هذا التقرير ذكر أن مصر ليست على استعداد عندما بدأت في وضع اللمسات النهائية على خطة المآذن العالية. كان يتحتم علينا أن نوسع عدد القادة الذين يلمون بالخطة ومناقشة كافة المشكلات والاحتمالات للقيام بحرب هجومية، وحذر من أنه لو قامت مصر بشن الحرب تحت هذه الظروف فإن ذلك قد يقود إلى كارثة. وكان ذلك التقرير قد رفع إلى رئيس الجمهورية وأرسلت صورة منه إلى القيادة العامة للقوات المسلحة. وأيد رئيس الجمهورية هذا التقرير في مؤتمره الذي عقد في القناطر الخيرية يوم 6 يونيو 72. وعندما كنت أناقش الموقف العسكري مع الفريق أحمد إسماعيل بصفته الجديدة كوزير للحربية، ذكرته بتقريره السابق وقلت له: لم تحدث اختلافات كبيرة في القوات المسلحة منذ تقريرك، وبالذات فيما يتعلق بالدفاع الجوي، لكني أعتقد أنه بإمكاننا أن نقوم بعملية هجومية محدودة. ثم عرضت عليه الخطة جرانيت 2 وخطة المآذن العالية، وقد اقتنع بعدم قدرتنا على تنفيذ الخطة جرانيت 2 وأنه يجب علينا أن نركز على خطة المآذن العالية، وتحدد ربيع 73 كميعاد محتمل للهجوم. وفي أثناء هذه المناقشات برز سؤال مهم: متى وكيف سيقوم العدو بهجومه المضاد؟ في جميع المشاريع الاستراتيجية السابقة كنا نفترض أن العدو سيقوم بهجومه المضاد التعبوي بواسطة لواءاته المدرعة والميكانيكية ضد رؤوس الكباري بعد فترة تتراوح ما بين 36 و 48 ساعة من بدء الهجوم. لقد كنا طبعا نتوقع بعض الهجومات المضادة الصغيرة بقوة تتراوح ما بين فصيلة وكتيبة دبابات خلال الساعتين الأولى من الهجوم، ولكننا لم نكن نهتم كثيرا بمثل هذه الهجمات المضادة، حيث أن قواتنا كانت قادرة على صدها بسهولة. ولكن عند مناقشة تفصيلات الخطة قدرت هيئة العمليات أن الهجوم المضاد للعدو ينتظر وقوعه بعد 24 ساعة فقط من بدء الهجوم. لقد بنيت تقديراتهم على أساس أنه على الرغم من جميع ما نقوم به من إجراءات خداعية، فإن العدو سيكشف حتما استعداداتنا قبل بدء الهجوم ب3 أيام، وبالتالي يكون لديه الوقت اللازم لتعبئة قواته وحشدها في أماكن قريبة من القتال تسمح له بتوجيه ضربته بعد 24 ساعة فقط من بدء الهجوم. أما إدارة المخابرات الحربية فقد كانت أكثر حذرا، ولم تعترف بأن خططنا الخداعية قادرة على خداع العدو. سوف يكشف نوايانا الهجومية بمجرد بدء العد التنازلي 15 يوما قبل المعركة، وأن هذا الوقت الكافي سيسمح له بتعبئة قواته في سهولة ويسر، وأنه سيتمكن من حشد 18 لواء في سيناء قبل أن نبدأ هجومنا. وبالتالي فإن مدير المخابرات الحربية أشار في تقريره إلى أنه يتوقع أن يقوم العدو بتوجيه هجومه المضاد العام في خلال 6 إلى 8 ساعات من بدء هجوم قواتنا. لقد كان واضحا أن مدير المخابرات الحربية يبالغ في تقديرات العدو حتى يؤمن نفسه فيما لو استطاع العدو أن يقوم بهذا الاحتمال البعيد. أما إذا لم يستطع العدو تنفيذ هجومه المضاد في خلال 8 ساعات فلن يتوجه أحد باللوم لمدير المخابرات،
لم أكن مقتنعا برأي مدير المخابرات، ومع ذلك فلم يكن من الممكن إهمال هذا الرأي، وكان علينا أن ندخله في حسابنا على الرغم من المشكلات الكبيرة التي خلقها لنا. لقد كانت خطتنا في العبور تتلخص في عبور أفراد المشاة المترجلين في قوارب مطاطية حاملين معهم أسلحتهم الخفيفة التي يستطيعون حملها أو جرها على الشاطئ البعيد، وكنا ننتظر أن تبدأ المعدات في العمل ما بين ساعة س+5 وساعة س+7. أما الكباري فكنا نعتقد أنها ستكون جاهزة ما بين ساعة 7 وساعة 9. وبحسابنا لقدرة جميع المعدات والكباري المنصوبة، فإن الدبابات والأسلحة الثقيلة الضرورية ستحتاج إلى حوالي 3 ساعات على الأقل للعبور والانضمام إلى المشاة، أي أن قواتنا العابرة لن تكتمل إمكانياتها الدفاعية لكي تصبح قادرة على صد هجوم العدو المضاد الرئيسي قبل 12 ساعة، وفي أحسن الظروف 10 ساعات. فإذا قام العدو بهجومه المنتظر ما بين 6 ساعات أو 8 ساعات كما جاء في تقرير مدير المخابرات الحربية، فمعنى ذلك أنه سيبقى حوالي 4 ساعات، وتكون لدينا فرصة جيدة لتدمير مشاتنا قبل أن تصل إليها دباباتنا وأسلحتنا الثقيلة لزيادة إمكاناتنا الدفاعية. ولمواجهة هذا الاحتمال اتخذنا الإجراءات التالية: 1. قمنا بزيادة عدد الصواريخ المضادة للدبابات التي يحملها المشاة معهم أثناء العبور، وقد تم ذلك على حساب التشكيلات غير المشتركة اشتراكا مباشرا في عملية العبور. وهكذا جردت تشكيلاتنا التي كانت في احتياطات الجيوش الميدانية، كما جرد احتياطنا الاستراتيجي من جميع الصواريخ المضادة للدبابات مالوتكا بأطقمها، وذلك حتى يمكن أن ندعم بها قواتنا المشاة المكلفة بالعبور. لقد كانت مغامرة، ولكنها كانت محسوبة على أساس أن هذه الأسلحة سوف تسحب هي وأطقمها وتعاد إلى تشكيلاتها الأصلية بعد أن تصل الدبابات والأسلحة الثقيلة إلى المشاة. 2. قررنا زيادة عدد القوات المكلفة بالعمل في عمق العدو، وذلك بهدف تأخير وصول قوته الاحتياطية المكلفة بالقيام بالهجوم المضاد إلى أطول أجل ممكن. 3. فرضنا على وحدات المشاة المترجلين الذين يعبرون القناة ألا يتجاوز تقدمهم 5 كيلومتر شرق القناة، مع ضرورة استناد أجنابها على القناة حتى تؤمن نفسها ضد التطويق، ثم تتقوقع مشاتنا داخل رؤوس الكباري هذه إلى أن تصل إليها الدبابات والأسلحة الثقيلة. وقد كان لفرض هذه القيود فوائد متعددة، حيث أن صغر حجم رأس الكوبري إلى هذا الحد كان يعني تقصير الخط الدفاعي، وبالتالي زيادة نسبة تركيز أعداد أسلحتنا المضادة للدبابات لكل كيلومتر من خط المواجهة، كما أن توقف المشاة عند هذا الخط كان يعطي لنا الفرصة لأن نشرك معها قواتنا المتمركزة غرب القناة في معركة ضد هجوم العدو المضاد، وذلك بوساطة مدفعيتنا الميدانية ودباباتنا وصواريخنا المضادة للدبابات إلى آخره. كذلك فإن توقف المشاة عند هذا الخط يجعلها تتمتع بالعمل تحت مظلة دفاعنا الجوي التي تكون ما تزال على بعد حوالي 10 كيلومترات غرب القناة، لتبقى خارج مرمى مدفعية العدو الميدانية. هوامش الفصل الثالث. 1. الفصل 18. ساعة س يساوي ساعة بدء الهجوم، والتي يتم التخطيط كله على أساسها. فإذا قلنا س+5 ساعة فإن ذلك يعني 5 ساعات بعد بدء الهجوم، وإذا قلنا س-10 دقائق فإن ذلك يعني 10 دقائق قبل بدء الهجوم. 3. لم يقم العدو بهجومه المضاد العام إلا صباح يوم 8 أكتوبر، أي بعد 42 ساعة من بدء الهجوم. 4. أثناء إدارة المعركة الفعلية تأخر سحب هذه الوحدات الفرعية من تشكيلات شرق القناة، وذلك لمغالاة بعض القادة في الموقف والتراخي في إعادة هذه الوحدات الفرعية إلى تشكيلاتها، وقد أثر ذلك تأثيرا كبيرا على قدرة تشكيلاتنا غرب القناة في صد هجمات العدو عندما تمكن من فتح الثغرة في منطقة الدرفسوار. الفصل الرابع. الخطة بدر. كانت الخطوط العريضة لخطتنا الهجومية بعد أن أخذت صورتها النهائية وبعد أن تغير اسمها من المآذن العالية إلى بدر تتلخص فيما يلي: 1. تقوم 5 فرق مشاة بعد تدعيم كل منها بلواء مدرع وعدد إضافي من الصواريخ ماتوركا المضادة للدبابات، والتي تسحب من التشكيلات الأخرى غير المشتركة في عملية العبور باقتحام قناة السويس من 5 نقاط. 2. تقوم هذه الفرق بتدمير خط برليف، ثم تقوم بصد الهجوم المضاد المتوقع من العدو. 3. ما بين ساعة س+18 ساعة وساعة س+24 ساعة
تكون كل فرقة مشاة قد عمقت ووسعت رأس الكوبري الخاص بها لتصبح قاعدته حوالي 16 كيلومتر وعمقه حوالي 8 كيلومترات. 4. بحلول ساعة س زائد 48 ساعة تكون فرق المشاة داخل كل جيش ميداني قد سدت الثغرات الموجودة بينها واندمجت مع بعضها في رأس كوبري واحد لكل جيش. وبحلول ساعة س 72 ساعة يكون كل من الجيشين الثاني والثالث قد وسع رأس الكوبري الخاص به، بحيث يندمج الاثنان في رأس كوبري واحد يمتد شرق القناة على مسافة تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومتر. 5. بعد الوصول إلى هذا الخط تقوم الوحدات بالحفر واتخاذ أوضاع الدفاع. 6. يتم استخدام وحدات الإبرار الجوي والبحري على نطاق واسع لعرقلة تقدم احتياطيات العدو من العمق وشل مراكز قيادته. إن قرارنا بخصوص عبور قناة السويس على مواجهة واسعة هو عقيدة ثابتة استقرت في تفكيرنا العسكري في مصر منذ عام 1968، وقد تولدت هذه العقيدة لدينا للأسباب الآتية. 1. إذا نحن قمنا بتركيز هجومنا على مواجهة صغيرة كما هو الحال في جميع عمليات العبور السابقة عبر التاريخ، فإن ذلك سوف يعرض قواتنا لضربات جوية شديدة، سواء أثناء مرحلة تجمعها في اتجاه الاختراق أم في أثناء عملية عبورها الفعلي. 2. إذا ما استخدمنا فرق المشاة التي تقوم بالدفاع غرب القناة في القيام بالهجوم، بحيث تقوم كل فرقة مشاة من موقعها الدفاعي بعبور القناة من القطاعات التي في مواجهتها، فإن ذلك سوف يقدم لنا المزايا التالية. سوف تبقى القوات المكلفة بالهجوم في خنادقها التي تضمن لها الاختفاء والوقاية لأطول مدة ممكنة قبل أن تغادر هذه المواقع وهي في طريقها للهجوم. ب. سوف نستفيد من التجهيز الهندسي الموجود في منطقة كل فرقة لأغراض الدفاع للاستعانة به ضمن متطلبات التجهيز الهندسي الذي يستلزمه الهجوم، وبالتالي نوفر الكثير من أعمال التجهيز الهندسي. ج. إن ذلك سيجعل أوضاع قواتنا في الهجوم تكاد تتطابق مع أوضاعها في الدفاع، وبالتالي لا تكون هنالك حاجة لإجراء تحركات كبيرة بين قواتنا قبل الهجوم، مما قد يلفت نظر العدو فتضيع منا فرصة المفاجأة. 3. إذا اختار العدو أن يقوم بتوزيع هجماته المضادة على طول المواجهة، فإنه سوف يضطر إلى توزيع مجهوداته، وسوف تكون لدينا فرصة ممتازة لصد هجماته الأرضية والجوية بواسطة دباباتنا وصواريخنا المضادة للدبابات وصواريخنا المضادة للطائرات المنتشرة على طول الجبهة. ولو أن العدو لجأ إلى هذا الأسلوب فإن فرصته في نجاح هجماته المضادة تكاد تكون معدومة. أما إذا قام بتركيز هجومه المضاد على قطاع واحد أو اثنين من قطاعات الاختراق، فإنه قد تكون لديه فرصة أكبر في تدمير رأس كوبري لفرقة أو اثنين بعد تحمله خسائر جسيمة، ولكن ذلك سوف يتركنا شرق القناة برؤوس كبار سليمة لعدد 3 فرق على الأقل، ومن خلال هذه الفرق يكون في إمكاننا استعادة الموقف في القطاعين اللذين يكون العدو قد نجح في تدميرهما. في خلال شهر إبريل 73 أخبرني وزير الحربية بأنه يرغب في تطوير هجومنا في الخطة لكي يشمل الاستيلاء على المضائق، فأعدت له ذكر المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع، وأنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف منذ أن ناقشنا هذه المشكلات معا في نوفمبر 72. وبعد نقاش طويل أخبرني بأنه إذا علم السوريون بأن خطتنا هي احتلال 10 إلى 15 كيلومتر شرق القناة فإنهم لن يوافقوا على دخول الحرب معنا، فأخبرته بأنه بإمكاننا أن نقوم بهذه المرحلة وحدنا، وأن نجاحنا سوف يشجع السوريين على الانضمام إلينا في المراحل التالية، ولكنه قال إن هذا الرأي مرفوض سياسيا. وبعد نقاش طويل طلب إلي تجهيز خطة أخرى لتشمل تطوير الهجوم بعد العبور إلى المضائق، وأخبرني بأن هذه الخطة سوف تعرض على السوريين لإقناعهم بدخول الحرب، ولكنها لن تنفذ إلا في ظل ظروف مناسبة. ثم أضاف قائلا: فلنتصور مثلا أن العدو تحمل خسائر جسيمة في قواته الجوية، وهو عنصر التهديد الأساسي، وأنه قرر سحب قواته من سيناء، فهل سنتوقف نحن على مسافة 10 إلى 15 كيلومتر شرق القناة لأنه ليس لدينا خطة لمواجهة مثل هذا الموقف؟ لقد كنت أشعر بالاشمئزاز من هذا الأسلوب الذي يتعامل به السياسيون المصريون مع إخواننا السوريين، ولكنني لم أكن لأستطيع أن أبوح بذلك للسوريين. وقد ترددت كثيرا وأنا أكتب مذكراتي هذه، هل أحكي هذه القصة أم لا؟ وبعد صراع عنيف بيني وبين نفسي قررت أن أقولها كلمة حق لوجه الله والوطن. إن الشعوب تتعلم من أخطائها،
ومن حق الأجيال العربية القادمة أن تعرف الحقائق مهما كانت هذه الحقائق مخجلة. قمنا بتجهيز الخطة الجديدة التي لم تكن إلا الخطة جرانيت 2 بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة، وبعد أن تم وضع هذه الخطة دمجت مع الخطة بدر التي هي خطة العبور، التي أصبحنا نطلق على خطة العبور لفظ المرحلة الأولى، وخطة التطوير لفظ المرحلة الثانية. ولكي نعمق الفاصل بين المرحلتين، فقد كنا عندما ننتقل من شرح المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية نقول وبعد وقفة تعبوية نقوم بتطوير كذا وكذا. إن التعبير العسكري وقفة تعبوية يعني التوقف إلى أن تتغير الظروف التي أدت إلى هذا التوقف، وقد تكون الوقفة التعبوية عدة أسابيع، وقد تكون عدة شهور أو أكثر. كنا نشرح ونناقش خطة العبور بالتفصيل الدقيق، ثم نمر مرورا سريعا على المرحلة الثانية. لم أتوقع قط أن يطلب إلينا تنفيذ هذه المرحلة، وكان يشاركني هذا الشعور قادة الجيوش، ويتظاهر بذلك على الأقل وزير الحربية. في خلال شهر سبتمبر 73 قال لي أحمد إسماعيل: إننا سوف نقوم بالحرب، فإذا صارت الأمور على ما يرام فإن أحدا لن يهتم بتوجيه كلمة شكر لنا، أما إذا تطورت الأمور إلى موقف سيء فإنهم سيبحثون عن شخص يلقون عليه التبع. لقد كان أحمد إسماعيل منزعجا، وكان يخشى وقوع الهزيمة، ويريد أن يؤمن نفسه ضد هذا الاحتمال. لقد طرد من قبل الرئيس عبد الناصر مرتين، المرة الأولى عقب حرب 67 حيث كان يشغل منصب رئيس أركان جبهة سيناء، والمرة الثانية في سبتمبر 69 حيث كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقد أثرت هاتان الحادثتان على نفسيته تأثيرا كبيرا. لقد أصبح رجلا يخشى المسؤولية، ويفضل أن يتلقى الأوامر ويخشى أن يصدرها. يفكر في احتمالات الهزيمة قبل أن يفكر في احتمالات النصر. قلت له: أنا شخصيا لا يهمني أن أتلقى كلمة شكر أو لا أتلقى، إذ أن سعادتي في إرضاء نفسي، وإني لا أخشى كلمة لوم لأني متيقن بأننا سننتصر بإذن الله. لم تطمئنه كثيرا كلماتي المتفائلة، وقال: إنه من الأفضل أن يصدر رئيس الجمهورية توجيها يحدد فيه واجب القوات المسلحة، حتى لا يكون هنالك خلاف في المستقبل حول هذه الأمور. وانتهت مناقشتنا على أساس أنه سيطلب إلى الرئيس السادات إصدار هذا الأمر. وفي نهاية سبتمبر قبل بدء العمليات بحوالي أسبوع استدعاني الوزير إلى مكتبه وسلمني كتابا لقراءته، فأخذت في قراءته، فإذا هو توجيه بتوقيع السادات يحدد واجب القوات المسلحة في العمليات بشكل عام، ولكن هنالك جملة واحدة لفتت نظري، وهي حسب إمكانات القوات المسلحة. كانت هذه الجملة من الناحية النظرية تعني أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي التي تملك القرار الأخير في تحديد ما هو ممكن وما هو غير ممكن. لقد كان أحمد إسماعيل سعيدا بهذه الجملة، وإن كان تطور الأحداث فيما بعد قد أثبت أن الرئيس السادات كان أكثر ذكاء عندما كتب هذه الجملة، لأنها تعطيه حق التنصل النهائي من أي قرار تقوم به القوات المسلحة، وهي تعلم أنه ليس في طاقتها. وبعد أن قرأت التوجيه قلت لأحمد إسماعيل ضاحكا: مبروك، لقد حصلت على ما تريد. وأعدت له الكتاب لأنه كان باسمه، ولكن أحمد إسماعيل بطبيعته الحذرة أعاد الكتاب إلي مرة أخرى قائلا: أرجو أن توقع على هذا الكتاب بالأخذ بالعلم. فأخرجت قلمي دون تردد وكتبت عليه: علم وسننتصر بإذن الله. ووقعت باسمي وتاريخ التوقيع على الوثيقة، ثم أعدته إلى الوزير. هذه هي قصة التوجيه الاستراتيجي التي ذكرها الرئيس السادات في الصفحة 331 من مذكراته، بأسلوب روائي يقول فيه: كنت قبل ذلك في سبتمبر 73 قد أصدرت الأمر الاستراتيجي للقائد العام، ووضعت فيه تصوري للهدف الاستراتيجي، وقد كان هذا الأمر هو الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث. نعم، لقد كان الأمر الأول من نوعه، ولكن لماذا؟ لأنه كانت هنالك شكوك خفية مهما حاول الطرفان إخفاؤها بين رئيس الدولة ووزير الحربية. إن التناقض في أقوال السادات واضح في هذه النقطة كما هو واضح في نقاط أخرى كثيرة. ففي كتابه في الصفحة 331 يقول أنه حرر التوجيه الاستراتيجي في سبتمبر، ووقع أمر القتال في 2 من أكتوبر، في حين أن الصور الزينوغرافية المنشورة في الكتاب نفسه بعد استبعاد الأخطاء اللغوية في صفحتي 443 و 444 تقول إن تاريخ الوثيقتين هو أول أكتوبر و5 من أكتوبر على التوالي. بماذا يفسر لنا السادات هنا
التناقض الغريب في وثيقتين تاريخيتين يقول عنهما أنهما قمة العمل العسكري. إني أعلن للملأ بأن هاتين الوثيقتين مزورتان، ليس لأن الوثائق الرسمية عليها توقيع الشخصي فحسب، بل لأن هذه الوثائق كتبت على أوراق يتناسب طولها وعرضها مع طول وعرض صفحات الكتاب الذي نشرت به مذكرة السداد. هوامش الفصل الرابع. 1. لم نطلق اسم بدر على العمليات الهجومية إلا خلال شهر سبتمبر 73، بعد أن تحدد يوم الهجوم ليكون 6 أكتوبر الموافق 10 رمضان سنة 1393 هجرية. الفصل الخامس. إنشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة. إن السيطرة على قوات مسلحة قوامها حوالي 1,000,000 ضابط وجندي هي عمل صعب جدا، فعندما شغلت منصب رئيس أركان حرب قوات المسلحة كان حجم القوات المسلحة حوالي 800,000، وقبل اندلاع حرب أكتوبر 73 كانت القوات المسلحة قد بلغت 1,050,000 في الجيش العامل، يضاف إلى ذلك 150,000 كان قد تم تسريحهم وتنظيم استدعائهم خلال السنتين السابقتين للحرب، وبذلك وصل حجم القوات المسلحة إلى 1,200,000 ضابط وجندي. كان حوالي 58 منهم لا ينخرطون ضمن الوحدات الميدانية، ولا شك أن هذه النسبة تعتبر نسبة عالية إذا ما قورنت بالنسب السائدة في القوات المسلحة الأجنبية، ولكننا اضطررنا إلى هذا الموقف نتيجة للعاملين التاليين. 1. إن تفوق العدو الجوي الساحق جعل بإمكانه توجيه جماعة منقولة جوا لتدمير وتخريب أهدافنا الحيوية المتناثرة في طول البلاد وعرضها، وإن البنية التحتية والأهداف الحيوية في مصر هي أهداف مثالية لجماعات التخريب المعادية، فهنالك مئات الكباري فوق النيل والرياحات والترع، وهنالك خطوط أنابيب المياه والبترول التي تمتد مئات الكيلومترات عبر الصحراء، وكذلك خزانات المياه والنفط ومحطات الضخ والتقوية وتوليد الكهرباء إلى آخره. 2. إن التوسع المستمر في حجم القوات المسلحة كان يفرض علينا زيادة طاقة المنشآت التعليمية حتى تستطيع أن تلبي مطالبنا المتزايدة في تدريب الكوادر المطلوبة لقواتنا المسلحة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بمزيد من تدعيم هذه المنشآت بضباط الصف المعلمين والإداريين الذين يرفعون من طاقة هذه المنشآت. إن حركة أركان الحرب العامة هي جهاز مركب تركيبا غاية في التعقيد، إنها تضم حوالي 5,000 ضابط و20,000 من الرتب الأخرى، وعلى قمة هذا الجهاز يجلس رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتحت إمرته المباشرة 40 ضابطا برتبة لواء، كل منهم على قمة فرع أو تخصص أو إدارة لمعونته في السيطرة على القوات ولتسهيل عملية السيطرة على تلك القوات ذات 1,000,000 جندي. قد تم تجميعها تحت قيادة 14 قيادة، هي البحرية، الطيران، الدفاع الجوي، الجيش الثاني، الجيش الثالث، قوة المظلات، قوة الصاعقة، منطقة البحر الأحمر، المنطقة الشمالية، المنطقة الغربية، المنطقة المركزية، المنطقة الوسطى، المنطقة الجنوبية، قطاع بورسعيد. لقد تعودت في الماضي أن أخلق نوعا من الاتصال المباشر بيني وبين الرجال الذين أقودهم، لم أكن قط من ذلك الطراز من القادة الذين يستمعون إلى تقارير مرؤوسهم المباشرين ويعتمدون عليها اعتمادا كليا في اتخاذ قراراتهم. كنت أستمع دائما إلى تقارير المرؤوسين المباشرين، ولكني كنت في الوقت نفسه أكمل وأتحقق من هذه التقارير عن طريق الاتصال المباشر مع المستويات الصغرى. فعندما كنت قائدا لكتيبة مظلات كنت أزور الضباط والجنود وأتحدث معهم يوميا، وعندما أصبحت قائد لواء مشاة كنت أزور الوحدات الصغرى في كل أسبوع مرة على الأقل، وعندما أصبحت قائدا للقوات الخاصة التي كانت تضم قوة المظلات وقوة الصاعقة كنت أزور كل وحدة فرعية بمعدل مرة كل أسبوع تقريبا. وعندما توليت قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية المترامية الأطراف والتي كانت مواجهتها حوالي 1000 كيلومتر كنت أزور جميع الرجال بمعدل مرة كل شهر تقريبا. وخلال هذه الزيارات المستمرة كنت أستطيع أن ألمس قدرات رجال الحقيقية، وكنت أستطيع أن أعالج نقاط الضعف التي أكتشفها، وكنت أحقنهم بأفكاري وتعليماتي. وها أنا إذن الآن رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فكيف يمكنني أن أحافظ على هذا الرباط التاريخي الذي يربطني دائما بجنودي؟ كان من الواضح أن زيارة جميع الوحدات التابعة لي كما اعتدت فيما سبق ضرب من المحال، وفي الوقت نفسه
إذ أنا اعتمدت على سلسلة القيادات التقليدية، فإن التقارير التي ستعرض علي لا يمكن أن تجعلني أحس بنبض الجنود وأفكارهم وقدراتهم. كذلك فإني لا أستطيع أن أضمن أن يستقبل الجنود تعليماتي بالحماس نفسه الذي أود أن أشعرهم به وأستحثهم لتنفيذه. لقد كان بيني وبين كل جندي مقاتل 7 قيادات، فلو أن إحدى هذه القيادات ال7 أهملت أو أخطأت في العمل كموصل جيد بين رؤسائها ومرؤوسيها، أو بين مرؤوسيها ورؤسائها، وهذا احتمال لا يجب استبعاده، فإننا لن نضمن تنفيذ تعليماتنا بالأسلوب الذي نبتغيه. ولكي أتغلب على هذه المشكلة، وبعد تفكير طويل، قررت أن أدخل أسلوبا جديدا لكي أخلق اتصالا مباشرا بيني وبين الضباط والجنود يتناسب مع ظروف قواتنا المسلحة. كانت الوسيلة هي عقد مؤتمر شهري تحت رئاستي، وكان يحضر هذا المؤتمر جميع مساعدي 40 ضابطا برتبة لواء، وجميع القادة الرئيسيين 14 قائدا، ومع كل منهم القادة المرؤوسين له مباشرة. على سبيل المثال، كان يحضر هذا المؤتمر قائد الجيش ومعه قادة الفرق التي تحت قيادته، وهكذا. كان عدد الحاضرين في هذا المؤتمر يتراوح بين 90 و100 قائد ومدير. كان مؤتمرنا يمتد من الساعة 9 صباحا حتى 4 أو 5 بعد الظهر، ويتخلله غداء خفيف نتناوله معا في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة. لقد كنت حريصا كل الحرص على عقد هذا المؤتمر الشهري مهما كانت الظروف ومهما كانت مشاغلي، نظرا لاقتناعي بضرورته وفائدته الكبيرة. وقد كان آخر مؤتمر شهري عقدته قبل بدء حرب أكتوبر 73 هو المؤتمر رقم 26 الذي عقد بتاريخ 22 من سبتمبر 73، وكان ذلك قبل بدء الحرب بأسبوعين فقط. وهنالك تسجيل كامل لكل من هذه المؤتمرات يشمل جميع المواضع التي نوقشت والقرارات التي اتخذت. لقد كنت أعرف من خبرتي السابقة كضابط ميداني أنه توجد دائما أزمة ثقة بين الضباط الميدانيين وضباط أركان الحرب في القيادات العليا. فالضباط الميدانيون كان دائما ينعتون ضباط أركان الحرب بالبيروقراطية وعدم الواقعية، وأنهم دائما يريدون أن يفرضوا سلطاتهم على الضباط الميدانيين بوساطة تعليمات سخيفة وغير قابلة للتنفيذ. أما ضباط أركان الحرب فإنهم يتهمون الضباط الميدانيين بالإسراف الشديد والتبذير وعدم مراعاة التعليمات الفنية والإدارية في استخدام المعدات، مما يؤثر على كفاءتها وصلاحيتها. وأن الضابط الميداني عندما يتلف سلاحه أو معداته فإنه يرمي بها إلى الخلف ويطالب بسرعة إصلاحها أو صرف أخرى جديدة بدلا منها، وأن إمكانيات الدولة لا تسمح لضباط أركان الحرب بتلبية مثل هذا الإسراف والتبذير الذي يمارسه الضباط الميدانيين. كان واجبي وأنا على قمة الجهازين أن أخلق جوا من الثقة بين المجموعتين حتى يتم التعاون بين الجميع بما فيه صالح القوات المسلحة. لقد كان هذا المؤتمر يتم بأسلوب ديمقراطي سليم. كان أي قائد أو مدير يعرض مشكلته ويناقش جميع جوانبها، ثم أدعو الجانب الآخر إلى الرد على وجهة نظره، ويشترك الحاضرون في إبداء الرأي، ثم نتخذ القرار في النهاية بعد أن يكون الموضوع قد أشبع بحثا. ونتيجة لهذه اللقاءات اكتشف كل من الجانبين أنه كان يغالي في عيوب الجانب الآخر، فأخذ القادة الميدانيون يدركون أهمية القيود المفروضة عليهم، كما أن ضباط أركان الحرب والمديرين أصبحوا أكثر إلماما وتجاوبا مع مطالب القادة الميدانيين. فضلا عن هذا وذاك، فإن هذه اللقاءات وتناول الغداء معا وتجاذب الحديث في فترات الراحة بعيدا عن الرسميات خلق جوا من الصداقة بين الطرفين، مما كان له الأثر الأكبر في إذابة الثلوج التي كانت تفصل بين الطرفين. كانت هذه اللقاءات فرصة لحل معظم المشكلات التي تعرض علينا. أما المشكلات المعقدة التي كانت تحتاج إلى دراسة مطولة فكنت أشكل لجنة مشتركة من الطرفين تقوم بدراستها وتعرض علينا ما توصلت إليه في مؤتمرنا التالي. عن طريق هذه المؤتمرات الشهرية أمكنني أن أخلق اتصالا مباشرا بيني وبين مستويين من القيادة، ولكن هذا يعني أنه ما زالت هنالك 5 مستويات في القيادة تفصل بيني وبين الجندي المقاتل. ولخلق هذا الاتصال قررت أن أصدر توجيهات مكتوبة تصل إلى مستوى قائد السرية، وعن طريق هذه التوجيهات أصبحت باستطاعتي أن أسمع صوتي إلى 3 مستويات قيادية أخرى. لم تكن هذه التوجيهات تصدر بطريقة دورية أو بأسلوب تقليدي أو يكتبها شخص متخصص ثم أوقع عليها لإعطائها الصورة رسمية. لقد كنت أكتبها بنفسي وأصدرها طبقا للظروف والأحداث، كما أن كل توجيه أصدرته كان وراءه قصة أو حادث أو أخطاء ارتكبت بوساطة بعضهم.
ولا أريدها أن تتكرر من قبل الآخرين، لا بمجرد القول بأن هذا خطأ، بل بتحليل أسباب الخطأ وتعليم الآخرين كيف يتصرفون في مثل هذه الظروف. وعن طريق هذه التوجيهات وضعت أفكاري وبصماتي في عقول رجال القوات المسلحة، ليس بالكلام المنمق الإنشائي، ولكن بوساطة الكلمات العلمية الرزينة التي تصدر من ضابط مجرب إلى أشبال يتمنى أن يكونوا أفضل منه في حمل راية الحرب والحرية. وكنت عندما أزور مختلف القوات المسلحة أسأل الضباط والجنود عما ورد في توجيهاتي، وشيئا فشيئا وجدت أن الضباط الأصغار والجنود قد ارتبطوا بي فكريا عن طريق هذه التوجيهات، وأنهم كانوا ينفذونها بدقة وحماس. لقد كان يوم 8 أكتوبر 73 من أسعد أيام حياتي، وذلك عندما كنت أزور وحدتنا في شرق القناة، وكان الضباط والجنود يهتفون ويصيحون كلما رأوني، بينهم: عاش التوجيه رقم 41، لقد اتبعنا تعليماتك في التوجيه 41 بالحرف الواحد، إلى آخره. وفي خلال الفترة ما بين يوليو 71 وسبتمبر 73 كنت قد أصدرت 48 توجيها، وفي خلال الحرب أصدرت توجيهات أخرى، كان أولها هو التوجيه رقم 49، وكان عنوانه خبرة الحرب في قتال المدرعات، وقد صدر يوم 15 من أكتوبر بعد معركة الدبابات التي وقعت في اليوم السابق وخسرنا فيها 250 دبابة. وقد كان آخر توجيه أصدرته قبل أن يعزلني السادات هو التوجيه رقم 53 الصادر بتاريخ 3 من نوفمبر 73. لقد كانت هذه التوجيهات ذات فائدة كبيرة في تثقيف وتعليم القادة الأصاغر والجنود، لأن الكثير منها كان يعالج التكتيكات الصغرى التي كانت تعتبر من نقاط الضعف الرئيسية في قواتنا المسلحة. كما سبق أن قلت، كانت توجيهاتي تصل إلى مستوى قائد السرية، وبذلك استطعت أن أخلق ارتباطا مباشرا بيني وبين 5 مستويات قيادية. ولكن كيف يمكنني أن أصل إلى الجندي وضابط الصف وقائد الفصيلة؟ في القوات المسلحة يعتبر قائد السرية هو المعلم الأول للسرية، ولكن في قواتنا ذات 1,000,000 رجل كان لدينا أكثر من 10,000 قائد سرية أو ما يعادله، ولا يمكن أن نضمن مع التوسع الكبير والسريع في القوات المسلحة أن جميع الأفراد في هذا العدد الضخم هم من القادة والمعلمين الأكفاء. إن أي ضعف أو تقصير من قائد السرية ينعكس مباشرة على الجنود، وهذه حقيقة نلمسها دائما في القوات المسلحة. فإذا كان القائد جيدا فإن الوحدة تكون دائما جيدة، وإذا كان سيئا فإن الوحدة تكون دائما سيئة. ولمساعدة قائد السرية في مهمته قررت أن أصدر كتيبات صغيرة توزع على كل جندي تعالج بعض الأمور التي تخص الجندي بصفة مباشرة من خلال عملي كرئيس أركان حرب قوات مسلحة. أصدرت 8 كتيبات، 6 منهم قبل الحرب، وال2 الآخران أصدرتهما بعد وقف إطلاق النار. وكانت الكتيبات ال6 الأولى هي: دليل الجندي، دليل السائق، دليل نقاط المراقبة الجوية، التقاليد العسكرية، دليل التائهين في الصحراء، عقيدتنا الدينية، طريقنا للنصر. أما الكتيبين الآخرين اللذان صدرا بعد وقف إطلاق النار، فكان الأول هو دليل القادة الأصاغر لضباط المشاة والمشاة الميكانيكية، وصدر بتاريخ 5 من ديسمبر 73. وكان الثاني هو دليل القادة الأصاغر في وحدات المدرعات، وقد قمت بمراجعته للمرة الثالثة والأخيرة، ودفعته للطباعة يوم 11 من ديسمبر 73. لقد كانت هذه الكتيبات في حجم صغير يسمح بوضع الكتيب في الجيب حتى يستطيع الجندي أن يقرأه في الوقت الذي يحلو له. وقد قمنا بطبع 1,200,000 نسخة من كتيب عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر، وكانت تعليماتي تنص على أن يحمله الجندي معه وهو في المعركة، وكان يوزع على كل فرد من أفراد الاحتياط عندما يذهب إلى مراكز التعبئة. وقد حدث أن استولت إسرائيل على بعض نسخ هذا الكتيب الذي كان مع من وقعوا أسرى من رجالنا أثناء الحرب، فحاولت أن تسيء تفسير بعض فقراته وتدعي أنني أصدرت تعليماتي إلى الجنود بقتل الإسرائيليين إذا وقعوا أسرى في أيدينا، وقاموا بحملة كبيرة ضدي، ثم قاموا بوضع ترجمة ممسوخة لبعض الصفحات في هذا الكتيب، مما يجعل المعاني تختلط على القارئ. ولم يتحرك النظام المصري للرد على هذه التهم، وكأن الأمر لا يعنيه، إلى أن عينت سفيرا لمصر في لندن، فقمت بصفتي الشخصية بتكذيب هذه الادعاءات الباطلة لأنها تتعارض مع ديننا وتقاليدنا العربية. لقد لعبت هذه الكتيبات دورا مهما في تثقيف الجنود والضباط الأصاغر وتوجيههم، ولكن مما لا شك فيه أن الكتيبين الأخيرين يعتبران ذو قيمة كبيرة جدا. لقد بنيت فيهما على ضوء خبرة الحرب
كيف يمكن لقائد الفصيلة والسرية أن يتصرف في كثير من المشكلات التي تواجهه. لقد كان طبيعيا في قواتنا المسلحة المصرية أن نمد ضباطنا برتبة ملازم أو نقيب يتكلم بطلاقة وعلم غزير كيف يقاتل اللواء أو كيف تقاتل الكتيبة، ولكنه في الوقت نفسه لا يعرف كيف يقاتل بفصيلته أو سريته إذا كان يعمل مستقلا بعيدا عن التشكيلات المتراصة للواء أو الفرقة. فكانت هذه الكتيبات والكثير من التوجيهات التي أصدرتها خير علاج لهذا الموقف الخطير. هوامش الفصل الخامس. 1. السرية هي وحدة فرعية يقودها ضابط برتبة نقيب، ويتراوح عدد الجنود الذين يعملون تحت قيادته بين 50 و100 ضابط صف وجندي حسب كل تخصص في القوات المسلحة. 2. التوجيه رقم 41 هو التوجيه الذي ينظم عملية عبور قناة السويس بوساطة فرقة مشاة. 3. تم عزلي من منصبي يوم 12 من ديسمبر 73، وإن كان السادات يدعي أنه عزلني يوم 19 من أكتوبر عام 1973. الفصل السادس. تشكيل وحدات جديدة. إن عملية بناء القوات المسلحة لم تتوقف قط منذ هزيمة يونيو 67 حتى أكتوبر 73. عندما تسلمت منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة كانت القوات المسلحة تضم حوالي 800 ألف رجل، 36 ألف ضابط و764 ألف رتبة أخرى. وفي أكتوبر 73 كانت القوات المسلحة قد وصلت إلى 1,200,000 رجل، 66 ألف ضابط و1,134 رتبة أخرى. إن تجنيد وتدريب 400 رجل، 30 ألف ضابط و370 ألف من الرتب الأخرى في فترة تزيد قليلا عن السنتين يعتبر عملا صعبا شاقا. فكيف استطاعت مصر أن تقوم بهذا العمل الكبير؟ لقد كانت مشكلة الضباط هي مشكلة المشكلات، فقد كانت وحداتنا تشكو من النقص في الضباط بنسبة تتراوح بين 30 و 40%، وكان إجمالي النقص العام في القوات المسلحة يصل إلى حوالي 15 ألف ضابط. فإذا أضفنا إلى هذا الرقم ما نحتاجه من ضباط للوحدات الجديدة التي سوف تنشأ خلال العامين التاليين، فقد قدرنا هذا الرقم بحوالي 15 ألف ضابط آخر. ومعنى ذلك أنه يتحتم علينا لكي نستكمل مرتبات الوحدات من الضباط إعداد 30 ألف ضابط خلال سنتين. وبحسب طاقات كليتنا العسكرية المتخصصة في تدريب الضباط اتضح لي أن أقصى طاقة تعمل بها هذه الكليات هو 3000 ضابط بكل عام، وهذا يعني أننا نحتاج ل10 سنوات على الأقل إذا أردنا أن تحل هذه المشكلة بالوسائل التقليدية. ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز السكوت على هذا الموقف، لأن العجز في كوادر الضباط يؤثر تأثيرا خطيرا على كفاءة القوات المسلحة. إن الضابط هو القائد والمعلم لجنوده، فمن الذي يعلم الجندي ومن الذي يقوده إذا لم يتوافر هذا الضابط؟ لكي أجد مخرجا لهذا الموقف قررت أن أنشئ كوادرا جديدة من الضباط يطلق عليها ضابط حرب. هذا الضابط يتم انتقاؤه من بين الجنود المثقفين ويجري تدريبه تدريبا مركزا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر في تخصص واحد، بحيث يصبح على مستوى عالي في تخصصه على أن تكون معلوماته العامة عن التخصصات الأخرى محدودة وبالقدر الذي يسمح له بالتعاون مع تلك التخصصات. إن تدريب هذا الضابط يهدف إلى تأهيله لتولي وحدة صغرى وأن يبقى بها إلى أن ينتهي الحرب فيتم تسريحه. وعند البحث عن المثقفين من بين الجنود اتضح لي وجود 25 ألف جندي أو ضابط صف حائز على درجة جامعية، فكان من البديهي أن يكون هؤلاء الجنود هم القاعدة التي يمكن أن ننتقي منها هؤلاء المرشحين للتأهيل لرتبة ضابط. وكنت متحمسا لهذا المشروع لأنه لم يكن يحل لنا مشكلة الضباط فحسب، بل لأنه كان سوف يساعدنا على حل إحدى مشكلات الضبط والربط. فقد كان هؤلاء الجنود المثقفون دائمي الشجار مع قاداتهم من الضباط الأصاغر الذين كانوا في كثير من الأحيان أقل منهم سنا وثقافة عامة، وكانت المشكلات تزداد بين الطرفين إذا تصادف وجود سابق معرفة بين الضابط والجندي قبل الانخراط في الجندية، سواء عن طريق المدرسة أم عن طريق الانتماء إلى قرية واحدة أم حي واحد. كان في اعتقادي أن الجنود المثقفين سيرحبون بهذه الخطوة، ولكني فوجئت بعدم تحمسهم لهذا المشروع، فقد كانت الغالبية منهم تفضل البقاء بدرجة جندي أو ضابط صف. كانوا يتصورون أن ترقيتهم لرتبة ضابط قد تربطهم بالقوات المسلحة فلا يصرحون من الخدمة عندما يحين أجل تسريح دورتهم.
وقد قمت بإجراء عدة لقاءات معهم لكي أشرح لهم الموقف والدوافع لهذا المشروع، ووعدتهم بأن تسريح الضابط منهم لن يتأخر يوما واحدا عن ميعاد تسريح الجندي من دفعته. وبعد الكثير من التوعية أقبل الكثيرون منهم على التطوع، وأمكن تأهيل وترقية 15,000 رجل منهم إلى رتبة الملازم. كما قمنا بتأهيل 10,000 آخرين من بين خريجي الجامعات الذين جندوا في عام 71 و 72، وبذلك كان لدينا قبل يونيو 73 25,000 ضابط حرب. أضف إلى ذلك 5,000 ضابط عادي تم تدريبهم وتأهيلهم في الكليات العسكرية، فأصبح إجمالي من تم تأهيلهم وتدريبهم خلال سنتين هو 30,000 ضابط. وقبل بدء العمليات في أكتوبر 73 لم تكن القوات المسلحة استكملت كوادرها من الضباط فحسب، بل كان لدينا فائض بقدر حوالي من 1 إلى 2% في كل تخصص لمقابلة الخسائر المحتملة في أثناء القتال. إن تجنيد الجندي وتأهيله هي عملية أقل صعوبة من مشكلة انتقاء وتأهيل الضباط، ولكنها مع ذلك لم تكن عملية بسيطة. لقد جندنا ما بين يونيو 71 ويونيو 73 حوالي 400,000 شاب حتى يمكننا أن نستكمل وحداتنا التي كانت قائمة بالفعل. ولكي نواجه المتطلبات المتعلقة بإنشاء وحدات جديدة، إن مصر ذات 35 مليون كانت من الناحية الواقعية عاجزة عن إمداد قوتها المسلحة سنويا بحوالي 160,000 شاب ذو مستوى ثقافي وصحي يتناسب مع متطلبات القوات المسلحة. لقد كان عدد الشبان الذين يصلون إلى سن التجنيد سنويا هو حوالي 350,000، ونظرا لانخفاض المستويين الثقافي والصحي بين المجندين لم نكن نستطيع أن نحصل من بينهم على أكثر من 120,000 شاب ممن ينطبق عليهم الحد الأدنى من المستويات الثقافية والصحية. وهكذا كانت احتياجاتنا الفعلية تفوق مواردنا بحوالي 40,000 رجل سنويا. وأمام هذا الموقف وجدت نفسي مضطرا إلى قبول مستويات أقل ثقافيا وصحيا رغم المعارضة الشديدة التي أثارها رجال الخدمات الطبية حول خفض مستوى اللياقة الطبية. كذلك حاولت أن أفتح مجال التطوع أمام المرأة للانضمام إلى القوات المسلحة، ولكن نظرا لأن مثل هذا القرار يعتبر من الأمور الاجتماعية التي تهم كل أسرة، فقد طرحت هذا الموضوع للمناقشة في إحدى اجتماعات الشهرية فأثار اهتمام الجميع. وكانت الغالبية العظمى ضد أي اتجاه في التوسع في فتح الباب أمام المرأة للانضمام إلى القوات المسلحة. وأخيرا استقر الرأي على أن نفتح باب التطوع أمام المرأة لكي تشغل وظائف السكرتارية على أن تقتصر على العمل في القواعد الخلفية، وألا ترسل إلى المناطق الأمامية أو المناطق النائية. وهكذا فتحنا باب التطوع للنساء في القوات المسلحة للقيام بأعمال السكرتارية، واستقبلنا الفوج الأول منهن خلال عام 73، وتخرجت الدفعة الأولى في نوفمبر 73. وبإضافة 30,000 ضابط و370,000 رتبة أخرى إلى القوات المسلحة، كان في استطاعتنا أن ننشئ مئات الوحدات خلال العامين ما قبل أكتوبر 73. وإنني لن أقوم بحصر هذه الوحدات وتعدادها نظرا لكثرتها، ولكنني سأذكر فقط بعضا من هذه الوحدات التي ارتبطت تشكيلها بخطة العبور ارتباطا وثيقا، كاللواء البرمائي. لقد بدأنا نفكر في إنشاء هذا اللواء في أواخر عام 71، واتخذ قرار إنشائها في يناير 72. وكان الغرض من إنشاء هذا اللواء هو دفعه في عمق العدو عبر البحيرات أو البحر بمهمة شل مراكز قيادة العدو وتعطيل تقدم احتياطاته من العمق. لقد كنا نعلم أن المعديات التي ستقوم بنقل دباباتنا إلى الشاطئ الآخر لن تكون جاهزة للعمل قبل ساعة س+5 ساعة، في حين أن اللواء البرمائي يستطيع أن يعبر البحيرات في أقل من ساعة بأعداد كبيرة من الدبابات والعربات، مما يشكل تهديدا خطيرا لقيادات العدو وتحرك احتياطاته. لقد شكلنا هذا اللواء على غرار الوحدات الخاصة وزودناها بحوالي 20 دبابة برمائية و80 مركبة برمائية لنقل المشاة الميكانيكية. وفي 15 يونيو 72 أصدرت التوجيه رقم 16 الذي ينظم عمل هذا اللواء، وكان هذا التوجيه ينظم الأسلوب الذي تعمل به الكتائب البرمائية عبر المسطحات المائية. وقد أتبعت هذا التوجه ببيان عملي يتم إجراؤه في 28 من أغسطس 72، وبحلول أكتوبر 72 كان اللواء قد تم تدريبه وقام بأول مشروع تدريبي ليلي في ليلة 22-23 من أكتوبر 72. وفي خلال عام 73 استمر اللواء في تدريباته بأسلوب أكثر عنفا، وقد واصل مستواه إلى الحد الذي جعله يستطيع أن يبقى بمركباته في الماء لمدة تصل إلى 6 ساعات متتالية.
وفي ليلة 18-19 من يوليو 73 قررت أن أختبر كفاءة هذا اللواء بمشروع تدريبي يكون أكثر صعوبة من الواجب الذي سوف نكلفه به أثناء العمليات. وقد كان المشروع يشمل النقاط التالية: من مناطق تجمع قريبة من شاطئ البحر الأبيض تنزل كتائب اللواء إلى الماء ليلا، ثم تسبح لمسافة 30 كيلومتر، ثم تخرج إلى الشاطئ عند نقاط محددة في توقيتات محددة. 2. تتقدم بعد ذلك في العمق، حيث تقوم بتدمير مواقع العدو كما تقوم بصد وعرقلة احتياطات العدو المتقدمة من العمق. لقد كانت المهمة التدريبية لاختبار اللواء أكثر صعوبة من واجب العمليات، حيث كان واجب العمليات يتضمن عبور اللواء مسطحا مائيا يتراوح بين 15 إلى 10 كيلومتر، بينما كان المشروع التكتيكي يتطلب منه عبور 30 كيلومتر. ولكني كنت دائما وما زلت أؤمن بضرورة التدريب الشاق حتى لا يفاجأ الجنود بظروف لم يتهيأوا لمجابهتها. لقد بقيت مع عناصر اللواء طوال الليل، وقد نجحت إحدى الكتائب في تنفيذ مهمتها، بينما ضلت الكتيبة الأخرى اتجاهها، واستطاعت بصعوبة أن تصل إلى الشاطئ في غير المكان المحدد لها بعد أن فقدت مركبتين و10 أفراد. وفي صباح اليوم التالي تمكنا من إنقاذ 7 أفراد من 10 المفقودين، وثبت لدينا غرق الباقين. وعلى الرغم من خسائرنا في الأفراد والمركبات فقد تعلمنا دروسا جديدة، وكسب الضباط والجنود ثقة أكبر بدباباتهم ومركباتهم. وبعد أقل من 80 يوما عوضنا الله عن تلك الأرواح ال3 عوضا كريما. لقد كان ثمن هذه الأرواح هو المجد والكبرياء لرجال اللواء البرمائي الذي عبر البحيرات المرة يوم 6 من أكتوبر 73 في أقل من ساعة زمنية، وكان معه 20 دبابة و80 مركبة برمائية دون أي خسائر في المعدات أو الرجال. وعندما تلقيت هذا الخبر السعيد وأنا في غرفة العمليات حوالي الساعة 1 يوم 6 من أكتوبر، تذكرت الشهداء ال3 الذي فقدناهم في التدريبات وصليت من أجلهم. لقد كان إنشاء وحدات المهندسين يحظى لدينا دائما بالأولوية، لأن عبور القناة هو في المقام الأول عملية مهندسين، إذ كان يتحتم على المهندسين طبقا للخطة أن يقوموا بتنفيذ المهام التالية: 1. فتح 70 ثغرة في الساتر الترابي على الجانب البعيد، كل منها 1500 متر مكعب. 2. إنشاء 10 كباري ثقيلة لعبور الدبابات والمدافع والمعدات الثقيلة. 3. إنشاء 5 كباري خفيفة حتى يمكنها أن تتجنب نيران العدو، وبالتالي تخفف من هجوم العدو على الكباري الرئيسية. وكانت هذه الكباري تشبه الكباري الثقيلة تماما، ولكن حمولتها كانت 4 أطنان فقط. 4. بناء 10 كباري اقتحام لعبور المشاة. 5. تجهيز وتشغيل 35 معدية. 6. تشغيل 720 قاربا مطاطيا لعبور المشاة. وكانت جميع هذه المهام تتم تقريبا في وقت واحد، فقد كنا نفترض أن يتم فتح هذه الثغرات خلال ما بين 5 إلى 7 ساعات، وتبدأ المعديات في العمل فور إتمام فتح هذه الثغرات، بينما يتم تركيب الكباري بعد ذلك بحوالي 2 ساعات. وبالإضافة إلى عظم حجم هذه الأعمال وقصر الوقت المخصص لإنجازها، يجب أن لا ننسى أن جميع هذه الأعمال كان يتم تحت نيران العدو وهجماته المتكررة. لذلك كان من واجبنا أن نقوم بعملية حساب دقيقة نستطيع بها أن نحدد حجم الوحدات المطلوبة. لقد كان عدد وحدات المهندسين التي ساهمت في عملية عبور القناة بطريقة مباشرة حوالي 35 كتيبة من مختلف التخصصات. وإن نجاح القوات المسلحة في تشكيل وتدريب وحدات المهندسين اللازمة لعملية العبور هو المفاجأة الكبرى في هذه الحرب، لأن جميع دول العالم الصديقة منها والعدوة كان يعتقد باستحالة التغلب على هذه المشكلات. ولقد سعدت كثيرا عندما قرأت مذكرات الجنرال العيزار رئيس أركان حرب قوات المسلحة الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر، عندما تكلم عن هذه النقطة، حيث قال أنه أثناء مناقشة على مستوى القيادة الإسرائيلية لدراسة احتمال عبور المصريين للقناة، قال ديان وزير الحربية: لكي يعبر المصريون قناة السويس فإنه يلزمهم سلاح المهندسين الأمريكي والسوفيتي مجتمعين لمساعدتهم في ذلك. إن هذه شهادة نعتز ونفتخر بها، وإني لا ألوم ديان على المبالغة، لأني أعرف جيدا مدى المجهود الذي بذل لتحقيق هذه المفاجأة. هوامش الفصل السادس. 1. إذا حسبنا الخسائر العالية في الضباط نتيجة الوفاة والإحالة على التقاعد خلال هذه السنوات ال10 وضرورة تعويضهم، فإن هذا يعني أننا قد نحتاج إلى حوالي 12 سنة. 2. إن التدريب العادي للضباط يشمل تأهيل الضباط لتولي قيادات متعددة، ونتيجة لذلك فإنه يدرس بأسلوب إدارة المعارك المشتركة، مما يترتب عليه إجراء دراسة عامة
لكل التخصصات قبل أن يتخصص بصفة نهائية في إحداها. الفصل السابع: مشكلات العبور وكيف تم التغلب عليها. إن تحضير وتجهيز القوات المسلحة للمعركة الهجومية لم يكن مقصورا على إنشاء وتدريب وحدات جديدة تقليدية، حيث إن عبور قناة السويس يعتبر من العمليات العسكرية ذات الطابع الخاص. فالتنظيم العادي والتسليح العادي والعقائد العسكرية السائدة كل ذلك لم يكن ليقدم حلولا لعملية العبور التي تنتظرنا، لذلك كان يجب علينا أن نلجأ إلى خيالنا وخبرتنا في جميع المجالات لكي نوجد حلولا للمشكلات التي نواجهها. لقد أدخلنا العديد من التعديلات في تنظيمات بعض وحداتنا القائمة، كما قمنا بإنشاء وحدات جديدة ذات تنظيم معين لكي تكون قادرة على القيام بمهام محددة. كذلك أدخلنا بعض المعدات الجديدة ضمن تنظيم وحداتنا، وكان بعضها من أحدث وأرقى المعدات المستخدمة في العالم. في الوقت نفسه لجأنا إلى بعض المعدات البدائية التي كانت تستخدم في العصور القديمة. وبينما كان كل ذلك يجري في وقت واحد، كان علينا أن نختبر هذه التنظيمات والمعدات والمهمات والعقائد الجديدة اختبارا ميدانيا تحت ظروف أقرب ما تكون إلى الظروف الواقعية التي سوف تواجهنا. وقد أجرينا مئات التجارب وأدخلنا العديد من التعديلات على أفكارنا وتنظيماتنا ومعداتنا قبل أن نستقر على قرار نهائي في أي من هذه المواضيع. قناة السويس كمانع مائي. لم تعد الأنهار والقنوات تشكل عائقا كبيرا أمام الجيوش الحديثة بعد تطوير أسلحة القتال وإدخال الدبابات والمركبات البرمائية والدبابات التي تستطيع الغوص في الماء والسير على قاع المانع المائي ضمن تنظيم القوات البرية. لقد أصبح في مقدار القوات البرية أن تقتحم المانع المائي بالهجوم من الحركة وعلى مواجهة واسعة، وذلك بأن تدفع القوات الرئيسية أمامها بمفرزة برمائية تقوم بإنشاء رأس كوبري، ويتبعها المهندسون الذين ينشئون الكوبري الذي تعبر عليه القوات الرئيسية عند وصولها إلى المانع المائي. وإذا كان ذلك ينطبق على جميع الموانئ المائية، فإنه لا ينطبق من قريب أو بعيد على قناة السويس، حيث أنها مانع مائي من نوع فريد في طبيعته. وقد أضاف إليها العدو علاوة على ذلك كثيرا من العوائق الصناعية، مما جعلها تبدو في أعين الكثيرين من العسكريين مانعا مائيا لا يمكن اقتحامه. ويمكن وصف قناة السويس كمانع مائي باختصار بالنقاط التالية: 1. مانع مائي صناعي يتراوح عرضه بين 180 و 200 متر، وأجنابها حادة الميل ومكسوة بالدبش والحجارة لمنع انهيار الأتربة والرمال إلى القاع، وهذا يجعل من الصعب على أي دبابة برمائية أن تعبرها إلا إذا تم نسف أكتاف الشاطئ وتجهيز منزل ومطلع تستطيع المركبة البرمائية أن تستخدمهما في النزول إلى الماء والخروج منه. 2. قيام العدو بإنشاء سد ترابي على الضفة الشرقية للقناة وبارتفاع يصل في الاتجاهات المهمة إلى 20 مترا، مما يجعل من المستحيل عبور أي مركبة برمائية إلى الشاطئ الآخر إلا بعد إزالة هذا السد. وقد عمل الإسرائيليون بجد في تعلية هذا السد وزحزحته إلى القناة حتى أصبح ميله يتقارب مع ميل شاطئ القناة، أي أنه لم تكن هنالك أي مصطبة أو كتف شاطئ لشاطئ القناة من ناحية العدو. وكان ميل هذا السد يتراوح بين 45 و 65 درجة طبقا لطبيعة التربة في كل قطاع. 3. وعلى طول هذا السد الترابي بنى الإسرائيليون خطا دفاعيا قويا أطلق عليه خط برليف، وقد كان هذا الخط يتراوح من 35 حصنا، تتراوح المسافة بين كل منهما ما بين كيلومتر واحد في الاتجاهات المهمة و5 كيلومتر في الاتجاهات غير المهمة على طول القناة. أما في منطقة البحيرات فقد كانت هذه الحصون أكثر تباعدا، إذ وصلت ما بين 15 إلى 10 كيلومتر بين كل حصن وآخر. كانت هذه الحصون مدفونة في الأرض وذات أسقف قوية تجعلها قادرة على أن تتحمل قصف المدفعية الثقيلة دون أن تتأثر بذلك، وكانت تحيط بها عقول ألغام وأسلاك كثيفة. ويمكن غمر القناة من مزاغل الدشم بنيران كثيرة، وبين هذه الحصون كان هنالك مرابط نيران للدبابات بمعدل مربط كل 100 متر، وكان العدو لا يحتل هذه المرابط بصفة دائمة، بل يحتلها فقط في حالة التوتر. وكان في استطاعة دبابات العدو أن تتحرك بين مربط وآخر وهي مستورة تماما عن النظر والنيران من جانبنا،
وكانت حصون خط بارليف لديها الاكتفاء الذاتي لمدة 7 أيام، ولديها وسائل اتصال جيدة مع قياداتها الخلفية. وأما القوات المخصصة لاحتلال خط بارليف فكانت لواء مشاة و3 ألوية مدرعة. كان لواء المشاة حوالي 2000 إلى 3000 رجل يحتل الحصون، بينما كانت الألوية المدرعة 360 دبابة تخصص حوالي ثلث قوتها للعمل كاحتياطات قريبة تتمركز على مسافة من 5 إلى 8 كيلومترات شرق القناة. أما باقي المدرعات فكانت تتمركز على مسافة 25 إلى 30 كيلومتر شرق القناة. لقد قدرنا أنه لو أمكننا تحقيق المفاجأة التامة وبدأنا القتال دون أن يعدل العدو من أوضاعه، فمن المنتظر أن يقوم بهجمات مضادة ضد قواتنا العابرة بوساطة سرايا أو كتائب دبابات في خلال 15 إلى 30 دقيقة من بدء الهجوم، وأن يقوم بهجوم مضاد بوساطة اللواءات المدرعة في حدود 2 ساعات. أما إذا شعر العدو بتحضيراتنا للهجوم فقد ينجح في احتلال الفراغات التي تفصل بين الحصون بوساطة دباباته، وبذلك يمكنه أن يكبدنا خسائر كبيرة أثناء عملية العبور، علاوة على إمكان قيامه بهجمات مضادة على قواتنا التي تنجح في العبور بعد فترات تقل كثيرا عما سبق ذكره. كان كل هذه الموانع والعوائق لم تكف لكي تبعث الطمأنينة في نفس الإسرائيليين والرهبة في نفس أعدائهم، فأرادوا أن يبعثوا اليأس في نفوسنا، فأدخلوا سلاحا جديدا رهيبا هو النيران المشتعلة فوق سطح الماء لكي تحرق كل من يحاول عبور القناة. ولتنفيذ هذه الفكرة الجهنمية بنوا مستودعات ملؤوها بهذا السائل، ووصلوا هذه المستودعات بأنابيب تنقل السائل إلى سطح الماء، ونظرا لأن كثافة هذا السائل أقل من كثافة الماء فإنه يطفو على سطح الماء، فإذا اشتعل بطريقة آلية أو بواسطة قنبلة فسفورية تحول سطح الماء إلى جحيم، ومع استمرار التغذية بالسائل تستمر النيران المشتعلة